كنا بتروح تشتري بيض من الدكان يا ام جمال، ما عندكش فراخ تبيض لك بيضتين ها ولا جوز بط ولا حاجه؟ الواد ابراهيم ابني راح جاب 4 بطات وذكر ويقول هعمل مزرعه بط ب4 بطات وذكر. ربنا يديله الصح. ابراهيم ابني في بكالوريوس اعلام، واد زي العسل خطير، هيعمل مزرعه بط ب4 بطات وذكر. قلت له ان شاء الله يا ابراهيم في الاخر هتاكله. هو بيفكر وهو في بكالوريوس اعلام. واعلام ايه وايه بقى؟ بياخد نص الشهاده من مصر ونصها من اسبانيا. ولكن هو ابني ففاهم وعارف ان لابد من العمل والانتاج حتى لو بدات صغير. بقول له هتعمل بوم مزرعه ازاي يا ابراهيم؟ قال لي يا بابا كل بطه هتبيض لها 20 بيضه، هترقد عليهم هتطلع لي بط. قلت له مظبوط. قال لي والذكر هيتجوزهم. قلت له مظبوط. قال لي خلي كل واحده تطلع 10 والباقي يبوظ، بقى عندي 40 بط هيطلع منهم شويه كره وشويه نتي. الذكوره هسمنهم وابيعهم والنتي هيكملوا معايا، على ما اتخرج هيكون عندي قيمه 100 ولا 150 بط.